مساء الخير ايكونيك، ان شاء الله تكونوا بخير. حبيت نقول لكم انه فيلم جميلة في زمن الحراك اللي كان من اخراجي. الحمد لله انه تحصل على الجائزة الاولى اللي هي العلفة الذهبية بالمهرجان الدولي بغليزان، اللي كان اسمه مهرجان الافلام الوثائقية الدولي سيدي محمد بن عودة. حبيت نخبركم وسي انه الفيلم كان يعني سبق وكان عنده جوائز اخرى على المستوى العربي او الدولي. مثال كان عنده يعني حصة الأسد في مسابقات الجزيرة الوثائقية سنة 2020. كذلك كانت له حصة الأسد مرة أخرى في مهرجان فيلم المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك حاز على جائزة رئيس الجمهورية مبدعين الشباب علي معاشي. كانت له تتويجات هنا على مستوى يعني المحلي والوطني بالجزائر. كانت له مشاركات دولية غربية وعربية، لنقدر نقول أنه حاز فيها أيضا في مهرجان الإسكندرية الدولي على تنويه خاص من لجنة التحكيم على الفيلم. حبيت نقول أيضا أنه من خلال هذه المهرجانات اللي رانا قاعدين نشاركوا فيها يعني يكون فيها مكسب. مؤخرا في غليزان يعني كان حضور قوي للإخوة الإيطاليين من عمان، من تونس، من مصر. هذا يعني يعاون ويعزز انه تكون فيه تواصل بين الاشقاء السينمائيين في كل دول العالم. انه ايضا تساعد لترويج فيلمك، او يعني تقدر تخلق يعني شراكات في المستقبل مع من بعض هاد الدول المشاركة في المهرجانات. بيان سور انه كي تشارك في مهرجان وانك يعني تنال فيه جائزة سواء تشجيعية او من الجوائز الرسمية، في حد ذاته هذا يعني يعاونك، يشجعك انك تزيد تقدم الافضل في مسيرتك الفنية. ايكونيك، شكرا على هذه الالتفاتة الطيبة. دمتم ان شاء الله مبدعين، ودمتم داعمين لكل المبدعين في الجزائر. سلام.